من أقوال الشيخ الشعراوي: السعي يمثل رمزية الأسباب، وزمزم تمثل رمزية التوكل على المسبب، حيث الرزق من حيث لا نحتسب. طول عمري كنت بفكر ليه السيدة هاجر كانت بتجري بين جبلين في الصحراء وهي معاها ابنها الرضيع بيصرخ من الجوع، وهي بتقاوم العطش والحر الشديد جدا عليها. ايه السلام النفسي الفظيع اللي يخليها تقبل ان جوزها يسيبها بابنها الرضيع في صحراء وهي مطمئنة ومسلمة أمرها لله، يقين إن ربنا هيكرمها، يقين إن ربنا هيسمعها وهي بتناجيه، يقين إن رزقها ورزق طفلها جاي لها. بس ما سابتش نفسها لليقين، لا ده سعت، بقت بتجري بين جبلين في صحراء عشان تلاقي الرزق اللي ربنا بعته لها. بقت بتجري مرة واتنين وتلاتة وسبعة، ما وقفتش سعي إلا لما رزقها جالها، الرزق اللي بقى عبارة عن بئر ماء مبارك لا يجف ولا ينضب ليوم الدين، بيشرب منه عدد هائل من البشر على مر العصور. اسعوا واطلبوا وادعوا ربكم بيقين، بس وانتوا بتسعوا ما تستعجلوش الرزق. يمكن في رزق متشلك انت ما تعرفش قيمته ولا مدى كبره ولا معجزته، متشلك وانت ما تعرفش عنه حاجة. الرزق بتاعك انت جايلك باسمك، مش هيروح لحد تاني، هو بتاعك. بس انت اصبر واسعى وادع وتيقن من الإجابة. اسعوا وما توقفوش سعي ودعاء، فربنا يرزقنا جميعا الرزق الوفير وإجابة الدعاء. تحياتي.